أنا أريد أذكركم بالتاريخ. اسمع أذكركم بالتاريخ. هذا البلد كل ما يتعافى يجون عليه الكفار. العراق ما سلم 50 سنة بدون احتلال. من جاء الإسلام أو من أسلم العراق إلى هاي الساعة، لأن أهل العراق نشام، والله نشام، لزموا آل البيت. وشوفوا إلى هاي الساعة عندهم استعداد ينطون دماء حرمة لآل البيت. أكو بلد بالعالم يحب آل البيت بكثر أهل العراق؟ لا والله. والله أهل العراق حتى صار عندنا غلو بحب آل البيت، وآل البيت ديننا وذريتنا بينا نعتز فيه. كم واحد طبل وخل نخلص من بشار الأسد؟ خلصتوا من بشار الأسد لو تدمروا أهل سوريا؟ تدمروا ولا لا؟ تدمروا. ما دول الخليج الخونة، دول الخليج اللي صيحت بأعلى صوتها على العراق وخلصونا من صدام. شنو اللي صار ورا صدام؟ تحيتوا؟ مو هذا بلد مخرب؟ مو بلد محروق؟ مو بلد محتال؟ مو البارحة طلعوا لكم هذا الرئيس الأمريكي الجديد ترامب ما ادري شو اسمه، مو طلع كلكم مكيفين؟ ابشرك كل مكيفه. عم طالعين 30 واحد 35 واحد اللي يصير قومان العراق، وقال ترامب راح ارجع اجي انا اسيطر على النفط وانطي حق العراقيين. ربك كافر. مصدقين انتم يجي يسيطر على البلد؟ هم انطاكم حقوقكم؟ ما طببوكم لا بغريب؟ ما سمعتوا فضايح بغريب لو نسيتوها؟ تركوا شريف إذا ما هانوه، تركوا مسجد إذا ما دمروه. وهاي الطائفية اللي صارت، من فيكم كان يعرف الطائفية؟ قبل تعرفوا الطائفية؟ لا. مو كلها عمام وخوال؟ والله شيعة سلامين رغيف، مو كثر ارباعهم قتلوا ابنائهم مثل بالحشد وقبل الحشد، وهسه بيوتهم مهجمة ما من يوم يطب الأعياط وسياح صح لو لا؟ وانتم أهل السنة نايمين رغب، مو محافظاتكم مخربة، ومو عوائلنا دايحة بالشوارع وبناتنا وابنائنا يستجدون، صح لو لا؟ اذا شراد واحد شريف ينزل بالوادي ويظل يصيح بعلو صوته يسمع العالم لازم نقف. والله واذا عاهدت الله تعالى وشوفوا يقول له العراق والاسلام ما يفرغ من الرجال.